صراحة كل الممرضين اللي جولي على درجة عالية من التمريض وبيتابعوا مع الشركة، بيتابعوا بصفة مستمرة وبيبعتوا لي التحاليل على وجه الدقة بصفة باستمرار وفي متابعة. التمريض ده روح العملية الطبية من وجهة نظري. الحقيقة طاقم التمريض كان يعني فوق الخيال، ناس محترمة جدا، ناس مؤهلة جدا تتعامل مع المريض نفسيا قبل ما تتعامل معه عضويا، ودي نقطة مهمة الحقيقة. يعني رجع لي في ذهني تاني كلمة ملائكة الرحمة بصراحة في التعامل معهم. فطبعا لما والدتي تعبت جامد قوي كده احنا لجأنا لكير هاب، وهم بصراحة يعني نجدونا جامد قوي في اللحظة الحرجة دي. يمكن أحسن شوية من العناية في المستشفى. ليه؟ المريض موجود في وسط أهله مطمئن نفسيا، فالحمد لله وربنا يبارك لهم بصراحة اللي هم عملوه معايا في خلال ال10 أيام دولت يعني.